ابن خالتي. محمود عندك كام سنة؟ عندي 14 سنة. في سنة كام؟ اولى اعدادي ودخلت تانية اعدادي. قلت لي يا محمود انك عايز تسجل فيديو ايوه، وعايز تقول حاجة للناس، ايه هي؟ انا عايز اقول حاجه للناس فعلا. انا عايز اوصل لهم رساله ان هما ما يمشوش ورا كلام واحد جاء قاله لواحد ما ادالهوش دليل على الكلام ده. وبعد كده فضل ده ينقله من هنا لهنا لهنا لغايه ما جرح جاي واحد قايلهولي ايه آه الكلام اللي حد قاله؟ ان هو البرادة عميل. انا عن نفسي انا كنت مصدق ان هو البلد فعلا عميل ومشيت وراهم. بس انا جيت كنت بتكلم مع واحد صاحبي كنت بقول له برضو. جه لغايه ما واحد سمعني وراح جاي مفهمني. قال لي انت دلوقتي بتقول ان البلد عميل، عندك ايه دليل ان البلد عميل؟ انا قلت له ان الناس كلها قالت لي كده، يعني اكيد الناس كلها مش غلط، يعني انت الوحيد اللي هتيجي وتقول لي الناس كلها غلط؟ قال لي لا. قال لي انا مستعد ان انا اجي اقول لك ماشي الناس كلها ماشيه صح، بس فين الدليل على الكلام اللي هم قالوه لك؟ قلت له انا اكيد بدل هم قالوا لي كده والناس كلها قالوا كده، يبقى اكيد لما ابتدى حاجه اقول لك حاجه او اقول لحد حاجه هتبقى صح، يعني مش ما حدش هيقول لي حاجه غلط. قال لي طب ليه ما حدش يقول لك حاجه غلط؟ قال لي طب ما تخش تبحث عن النت وتخش تتاكد. بس قلت له ماشي. قلت له بدل هم الناس كلها اللي قالت لي ويبقى اكيد هلاقي اكتر من مليون دليل على النت. رحت داخل على النت وما لقيتش اي دليل نهائيا على الكلام اللي هم قالوه لي، وتوقعت فعلا وتاكدت ان كلام الراجل اللي جه قاله لي ان هو كلام صح. انا عن نفسي انا مش همشي تاني ورا كلام اي حد كان اكبر مني او اصغر مني ان هو يقول لي كلام وما عندوش دليل. يكون عنده دليل حتى لو مقالة مصورها من على الكمبيوتر، مصورها بكاميرا، مصورها موبايل، او جايب لي فيديو على موبايل او على كاميرا او على اي حاجة جايب لي دليل. وبالذات يعني لو يكون احسن ان هو يكون فيديو، لان الفيديو بيأكد ان هو صح ان ده حصل وده حصل والكلام ده اتقال وكده. اما مقالة ممكن هو اللي يكون كاتبها ومفبركها من على الكمبيوتر، ودي حاجات كتيرة نزلت جديدة والناس كل دلوقتي بقت بتستغلها وتكتب اشاعات وتنزلها وكده. انا عن نفسي عايز اوصل رسالة للناس اللي اكبر مني، لان هم دلوقتي بقوا يتكلموا وتوصل ان الكلام للناس الصغيرين وكمان بقى للعيال الصغيرة، وبقى يتكلموا ويقولوا حاجات ما بقاش فاهمينها. والناس دلوقتي بقى يصدقوهم ويفتكروا ان هم برضو، حتى العيال الصغيرة يفتكروهم ان هم بيقولوا الصح وبقى يمشوا وراهم ويجي ده يقول لده. والحكاية بتنتشر جامد وبينتشر الغلط. يعني يا ريت نفسي مرة الاقي حاجة صح بتنتشر في البلد. ما لقيتش من بعد الثورة لغاية دلوقتي إشاعة إن البرادعي إن هو ابتدى عميل. نفسي ألاقي مرة دليل على الكلام ده. أنا ما لقيتش ناس أو واحد بيجيب لي ورقة أو فيديو يقول لي إن البرادعي طلع عميل فعلا، والفيديو أهو والدلائل كلها.